بنلف وندور ونجرب كتير وبنرجع برضه لأصلنا تاني، لأن مهما جربنا ومهما عملنا الكحك بتاع أمهاتنا وجداتنا هو اللي يكسب. كحكاية ناعمة ودايبة وهنعملها بالمنقاش وبالبصامة، وبتركاية خطيرة عملتها معاكم السنة اللي فاتت وكانت ناجحة جدا. جبت 500 جرام من السمنة يا ريت تكون بلدي. بحب أعمل ميكس ما بين البقري والجاموسي، وباخد السمنة بسخنها على نار بس ما بقدحهاش، بسخنها وأوريكم درجة السخونة اللي أنا عاوزة أوصلها. كيلو الدقيق عليه نص معلقة من ريحة الكحك ورشة ملح، وباقلّبهم وباعمل حفرة في النُص كده علشان هنحط جواها السمسم، معلقتين سمسم ني مش متحمّص عشان السمنة هتحمّصه. درجة سخونة السمنة أختبرها برشة دقيق صغيرة، لمّا أطُشّها كده في السمنة ألاقيها بتعمل فوران بسيط، يبقى كده عندي السمنة وصلت لدرجة السخونة المطلوبة. ما ينفعش تقدحيها زيادة عن اللزوم وتسخن أوي وتتحرق السمنة، لإن ده طبعًا هيأثّر في الكحك وفي نفس الوقت هيحمي على الصدر. فإحنا بنسخّن السمنة تسخن كويس وفي نفس الوقت ما تغليش. بانزل بالسمنة على طول على الدقيق، والخطوة دي تتعمل يا إما في بولة إزاز يا إما في بولة ستيل، بلاش بلاستيك خالص عشان ما يسيحش. باقلّب على طول بمعلقة خشب أو اسباتيول تكون ناشفة كده، لحد ما الدقيق يمتزج كلّه مع السمنة، وبعد كده باسيبه بقى يستهدى شوية لحد ما إيدي تقدر تتحمل الحرارة، وابتدي في أهم مرحلة في نجاح الكحك، بَسّ العجينة. لازم نبِس العجينة كويس أوي، وهتلاحظي تغيُّر تام في قوامها، اتحوّلت من عجينة مفرولة لعجينة طرية جدًا زي ما أنتِ شايفة كده. بعد كده هاجيب دلوقتي كوباية مَيّة وزنها 200 مِلّي، اللي هي كوباية الشاي العادية، باحط فيها 3 معالق كبار من السكر سواء بودرة أو ناعم بس دوبيه كويس، ربع معلقة بيكنج باودر وربع معلقة خميرة، يعني سِنّة كده في طرف المعلقة. بادوبهم مع بعض والمَيّة بتكون فترة عادية من الحنفية أو دافية بسيط أوي. بانزل بالمَيّة على العجينة ومجرد بس ما باخفي المَيّة جوّه العجينة، ما باعجنش خالص عشان العجينة ما تكوّنش عرق، وبعد كده الكحك اللي ينشف مننا ويتحول لقرص والبصمة بتاعته أو النقشة بتاعته تروح. مجرد تقليب بسيط لحد ما المَيّة تختفي بأطراف صوابعي، أول ما ألاقي المَيّة اختفت خالص باوقّف تقليب تمامًا. بعد كده العجينة بقى كده عندي جاهزة للتشكيل. الكحك ما بيتخمّرش، لو خمّرت الكحك النقشة هتروح. إحنا بنعجن وبنشتغل في الكحك على طول، والصاج اللي بنخلّصه بنسويه، ما بنسيبوش على ما نعمل صاج تاني، بنسوي أول بأول، يعني ما ينفعش الكحك يتخمّر. تقدري هنا تشكّليه يا إما بالبصّامة يا إما بالمنقاش بقى براحتك، وتحشيه ملبن، تعمليه سادة زي ما تحبي، أو نعمل بقى الخطوة بتاعة التلاجة. الخطوة دي اللي عملناها مع بعض السنة اللي فاتت وبصراحة كانت ناجحة جدًا. هناخد العجينة زي ما هي وندخّلها التلاجة، ونبيتها في التلاجة ليلة كاملة أو نحطها مثلًا 3، 4 ساعات. خطوة التلاجة دي بتوقّف نشاط الجلوتين اللي في العجينة، فبعد كده نقدر نقلّب فيها براحتنا ونقدر نكوّرها براحتنا من غير ما تعمل عرق معانا، وبالتالي تطلع البصمة بتاعتنا مضبوطة. حضّرت الملبن اللي كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، كان كيلو ملبن على الكحك البارد والكحك السخن، وحطيت عليه معلقة سمنة بلدي كده سريعًا هاقول لكم على الطريقة، وحطيت عليه معلقتين سمسم متحمّص وشوية مكسرات، وباكوّر الكورة وزنها من 5 ل8 جرام ما تزوّديش عن كده. ده بقى هنا العجينة بتاعة الكحك تاني يوم بقت عبارة عن حجارة. قدّامِك حلّين هنا، يا إمّا تاخدي قطعة بقطعة تكوّريها كده وتحنّنيها ما بين إيديكِ وتبدئي تبصّميها، أو تعمليها بالمنقاش. هتلاحظي اختلاف تام في لون وشكل، حتى ريحة العجينة نفسها اتغيّرت، لونها بيفتح وقوامها تقدري تشكّليه ما فيش فيه أي تشقُّقات خالص، وده المطلوب في خطوة التلاجة. شكّلت جزء منّه بالبصّامة وشكّلت جزء بالمنقاش وحشيت جزء كمان بالملبن. بتمسكي الكورة بتكوّريها كده ما بين صوابعِك وتبدئي تعملي جواها تجويف، وبناخد كورة الملبن اللي إحنا جهّزناها وبنقفّل عليها، وبعد كده بنرجع نسويها وبنبصّمها بقى يا إمّا بالمصّامة يا إمّا بالمنقاش. وبصراحة الكحك السُخن بيبقى حلو أوي لمّا بيتعمل بالمنقاش. الكحك السادة بيستوي على حرارة 170 رف أوسط، بياخد من 25 ل30 دقيقة، ما بنولّعش الشواية وهو بيلوِّن لوحده. الكحك المحشي الملبن بياخد 15 دقيقة على حرارة من 200 ل220، ما نزوّدش عن كده، وبنطلّعه لو حسينا إن هو عاوز ياخد لون بنولّع الشواية بسيط أوي، ولو في مروحة بنشغّلها. آخر حاجة الكحك الجواهر، أخدت ربع كيلو عجينة، كل مثلًا ربع كيلو عجينة بتحطّي نُصّه حشوة عين جمل، يعني نُص كيلو عجينة هتحطّي لها ربع كيلو عين جمل متكسّر أو مجروش. الكحك الجواهر بيستوي على درجة حرارة 170، بياخد من 15 ل20 دقيقة برضه وبيكون استوى. بنسيب الكحك يبرد تمامًا بعد التسوية قبل ما نعبّيه أقل حاجة ساعة أو 2، وبعد كده بقى بنعبّيه في علب بلاستيك أو العلب الخاصة بالكحك والبسكوت، وبنغلّفها كويس بالستريتش.